اهلا بحضراتكم، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس واللجان الالكترونيه، طب ايه علاقه الكلام ده يا باشمهندس بالتكنولوجيا؟ علاقته بالتكنولوجيا ده الموضوع كبير جدا. الموضوع كبير جدا، ولازم ان احنا زي ما احنا بنطلع معاكم، احنا بنعمل فيديوهاتنا دي للتوعيه فقط علشان الناس تاخد بالها من الموضوع ده. طب ايه اللجان الالكترونيه؟ اللجان الالكترونيه بصفه عامه كلمة كتيرة جدا بنسمعها، ولازم ان انا كباشمهندس لازم ان انا اطلع معاكم علشان نعمل توعية للناس ونعرف الناس يعني ايه لجان الكترونية. اللجان الالكترونية باختصار هي عبارة عن استخدام الادوات الذكية او الادوات التكنولوجية الحديثة والتمركز على هذه المنصات، بمعنى ان انا بعمل اخبار كاذبة، ودي طبعا بيعاقب عليها القانون عقاب كبير جدا وعقاب شديد جدا. واحنا كنا سمعنا عن الكلام ده، الجماعات الارهابيه بيبداوا يعملوا بلبله، ويبداوا ان هم ينزلوا اخبار مزيفه. الاخبار المزيفه دي بنبدا ان احنا الاشخاص اللي ما تعرفش مصدر الخبر نفسه بيعملوا على الخبر نفسه من خلال الفيسبوك او التويتر او التليجرام او اي حاجه اداه بيستخدموها. بيبدا يحصل تفاعل مع البوست نفسه، والناس بتعمل منشن لاصحابها وتعمل شير على صفحاتها وكلام من ده. والموضوع اصلا فيك، يعني ممكن يكون خبر مزيف وانت بتساعدهم على نشر الاخبار الكاذبه، ويحصل بلبله ويحصل حاجات انت في غنى عنها اصلا. فخلي بالك، احنا عاملين الفيديو ده للتوعيه. اوعى تصدق اي معلومه حضرتك تشوفها. ما ينفعش اي خبر تشوفه لفنان معين، وفاة الفنان فلان الفلاني، من غير ما تعرف او يكون الموضوع نفسه موثوق في الخبر نفسه. الخبر نفسه موثق ان ده حصل فعلا، ساعتها تبدا ان انت تعمل شير بقى او لايك او كلام من ده. لكن الاخبار المزيفه ما ينفعش ان احنا نتفاعل معاها، لان الموضوع ده ليه عقاب كبير جدا. فانت ما ينفعش ان انت تخلي الناس دي ان هم يعملوا بلبله، لان انت بتساعد في ده. فخلي بالكم، النهارده حروب الجيل الرابع، حروب الجيل الخامس، مش حروب بالاسلحه، لا، حروب الكترونيه. انا طلعت معاكم النهارده علشان ان احنا نعمل توعيه للناس، علشان الموضوع شفته كتير على النت، واخبار فيك كتير جدا واخبار مزيفه كتير جدا، وناس بتتفاعل معاها. وخلي بالك ان الناس اللي بتعمل كده بياخدوا فلوس مموله من خارج مصر طبعا علشان يعملوا بلبله في البلد. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها. فانت لازم تاخد بالك من الموضوع ده وما تساعدش في ده. فانا طالع معاكم النهارده اقول لحضرتك مش اي حاجه تشوفها تصدقها، مش اي بوست تشوفه على الفيسبوك او صوره لحد معين او كلام من ده تتفاعل معاه الا ما تعرف الخبر نفسه. طب هعرف الخبر نفسه ازاي؟ من حد موثوق، حد يكون الصفحه بتاعته رسميه، حد يكون ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ان الصفحات الرسميه او الصفحات الموثقه بتكون معروفة وبيكون لها أهمية ان الشخص ده فعلا هو اللي منزل الخبر. فخلي بالك من الموضوع ده. احنا طلعنا معاكم النهاردة علشان نوعي حضراتكم من اللجان الالكترونيه، لان الموضوع بقى حاجه صعبه جدا على الفيسبوك والتويتر والتليجرام والانستا واي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. احنا عاملين معاكم الفيديو ده النهارده للتوعيه. ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها، ويحفظنا جميعا من اللجان الالكترونيه والحاجات الوحشه اللي موجوده وبنشوفها على السوشيال ميديا. شكرا لحضراتكم.